بسم الله الرحمن الرحيم. فضلا وليس أمرا، أستأذنك عزيزي المشاهد تدخل على اليوتيوب وتعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا. أنا عارف إنك أنت ممكن تتفرج عليا على الفيسبوك، بس أنا بعد كده بقيت أحط الفيديوهات على اليوتيوب، فهنقل بعد كده الفيديوهات على اليوتيوب. فأستأذنك عزيزي المشاهد إنك تدخل تعمل سبسكرايب و تفعل الالارم بتاع الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد ان شاء الله ننزله. هنتكلم النهارده على مباراة الاهلي والاتحاد اللي اتلعبت يوم الجمعة، والزمالك والمصري اللي اتلعبت امبارح، وبعض المواضيع السريعة الخفيفة. مش هنطول عليكم. يمكن انا بعتذر طبعا ان انا طلعت متاخر، كنت عيان وبتاع فما كنتش قادر اتكلم قوي يعني. ولكن سريعا كده، ماتش الاهلي والاتحاد ماتش هو مش مفاجأة بالنسبة لي. احنا دايما بنخسف بالفرق اللي بتعمل نتائج ايجابية قدام الاهلي والزمالك، ودايما بيبقى تركيزنا الاهم على الاهلي ليه تعادل او خسر، والزمالك ليه خسر او تعادل. وبنحط في اعتبارنا دايما هم بيلعبوا نفسهم، وهم في الحقيقة المستويات مش بعيدة. يعني كل الفرق عموما مستوياتها متقاربة، اللهم الا مثلا الاهلي والزمالك فيهم بعض اللعيبة المميزة. نفس الكلام في بيراميدز، بالذات في الفرق اللي هي بتصرف. فانت النهارده كالنادي الاهلي انت عندك مشكله بره الملعب وجوه الملعب. هنتكلم على جوه الملعب، ان انت ما عندكش استمراريه في اداء. يعني انت دايما بتحس ان الاهلي في الماتشات الكبيره او الماتشات اللي عليها سبوت اعلامي وجماهيري وبحضور جماهيري بيلعب وبيأدي، زي ماتش العين مثلا لعب 10 على 10. ماتش الزمالك في السوبر المصري برضو لعب بشكل ممتاز. ماتشات الدوري بقى مترنحه، وده مش النهارده، ده من الموسم اللي فات. الاهلي دايما كان عنده نظريه الواحد صفر واخطف، اتنين واحد واخطف، وكل الكلام ده، والثلاث نقط والثلاث نقط، ومش مهم الاداء، والمباراه اللي تكسب ولا تلعب، وما ينفعش، ما فيش برضه حاجه اسمها ماتش يكسب ولا يلعب. ما هو انت لازم تلعب عشان تكسب، دي نتيجه طبيعيه. لكن كونك انك انت مره لعبت او مرتين لعبت بشكل مش كويس بس كسبت عشان انت كان عندك توفيق، فدي مش قاعده تماما. ماتش الاهلي بدأ الاهلي بنفس التشكيل اللي احنا يمكن متوقعينه: الشناوي، رامي ربيعة، خالد عبد الفتاح، على اليمين اكرم، على الشمال يحيى عطية الله. في النص هنا بقى كان العك كله: السولية وامام، وتحتهم كوكا. طبعا ده كان ثلاثي قميء، او يعني حاجة تقرف. والخط الامامي ما كانش عندك غير طاهر وحسين الشحات، وقدامهم كهربا اللي بيلعب عشان وسام ابو علي مش موجود. الماتش ما فيهوش كرة ممتعة للأهلي، هو فيه عبارة عن إن الفرقة مش ملهاش هوية. الأهلي داخل الماتش بلا شخصية حقيقية. الاتحاد كان مركز أكتر إن هو بيأمن خط ظهره وبيحاول يعمل هجوم خاطف، ويمكن كان في بينالتي لنادي الاتحاد ما اتحسبش، بينالتي صريح على يحيى عطية الله. وده طبعا تحكيم، والحاجات دي مش هنتكلم فيها، لأن احنا مهما اتكلمنا ما هو مفيش فايدة. هي منظومة تعبانة، والحكام يعني على الله حكايتهم، والفار ده معانا ومش معانا، فصباح الفل. بيجي بينالتي الاهلي برضو مش بينالتي، يعني تحس ان هو يعني واحد عدى كورة وراح داخل على رجل المدافع، علق نفسه فيها، هوب اللعيبة تضغط على الحكم، يروح للفار يثبتوا له لقطة معينة عشان يوروا له حاجة معينة. الحكم بيحسبها، يدخل امام عاشور ويضيعها ويحطها في السماء. والاسفاف طبعا حصل كله على امام عاشور بسبب الكرة دي. والشوط التاني يمكن الاهلي بيشد حيله شويه، بيضيع كوره واتنين، وبعد كده بيجي له بينالتي تاني بيحط عمرو السوليه بيشمعها في نص الجول. وفي اخر الماتش خالص كوره بتتلعب بالونيه بتعدي من المدافعين، الاهلي بيستلمها فان ديريك، اللعيب الافريقي اللي الاتحاد جايبه، وبيلف 180 درجه وبيحطها بشماله في سقف الجول. طبعا هو خطأ من المدافعين، خطأ من الشناوي اللي داخل يعني داخل نايم، فهو فاتح الجول تماما للمهاجم انه يشوطها. وبينتهي الماتش 1-1 بعد سلسلة من بعض الخطورة والفرص على فترات للنادي الاهلي. لكن الاهلي عنده مشاكل فنية في اللعيبة، مفيش استمرارية في الاداء. مرة تلاقي حسين كويس، مرة و10 تلاقيه لا. طاهر عنده افريج مش هيزيد عنه. الكهرباء الناس كلها مش شايلاه الليله، ولو ان انا مش شايف ان هو يعني، وهو وجوده زي عدمه. بس خلينا متفقين ان حتى وسام لو كان موجود برضه ما كانش هيبقى احسن حالا، لان منظومه الفرقه كلها ما بتخدمش على وجود مهاجم اصلا. يعني المهاجم ملوش دور، هي كلها اللي يعرف يعمل حاجه يعملها. ففي الاخر هو الكهرباء جات له كوره او فرصه تقريبا في الشوط الثاني حطها بره، ولكن
كهربا هو بيحاول بس ما عندوش، يعني هو انا عنده الرغبه بس ما عندوش القدره، جسمه مش شايله، لياقته مش شايلاه، بدنيا واقع، فنيا زي الزفت. هو اللي عمل كده في نفسه. انا نفسي من كهربا انه يتفرج على نفسه بعد الماتش، يتفرج على نفسه وهو اللي يقيم نفسه قبل ما يقفش ويتقمص ويزعل. لا، قيم نفسك بنفسك، بص على نفسك وشوف انت بدنيا وصلت لفين وفنيا بقيت عامل ازاي. انت ما عملتش غير لقطتين ثلاثه تريح لي الكوره بصدرك وبتاع كل الكلام ده. وما اعرفش الاعلام برضو نفخه على ايه، قال لك كهربا وامكانياته. انا بقالي 4 سنين اهو من 2020 ما شفتش امكانيات لكهربا. حتى لما رجع في اول 23 وتوهج وجاب كام جول وعمل فارق ده، بس دي كانت حلاوه روح. وكنا برضو بنقول ان كهربا مش مهاجم، وما تقيموش على انه مهاجم، وهو فقد ميزته كلاعب طرف. فهو النهارده كهربا انا شايف ان هو لعيب بيؤدي كأن عنده 35 سنة أو 36 سنة في أواخر أيامه، ولو إن هو تقريبا عنده 30 سنة. يعني هو مش كبير في عمر كرة القدم، لكن هو بدنيا واقع جدا وفنيا سيء جدا، مش قادر يستغل حتى أي إمكانيات عنده. هو كان كهربا فيه ميزة إن هو بيعرف ينتج جول، حتى دي كمان ما بقتش موجودة. ليه؟ أسباب تتعلق بيه هو، وأسباب تتعلق بالفرقة كلها. تغييرات متأخرة جدا مارسيل كولر، ما نقدرش نقيم البودلة اللي نزلوا. بودلة بتنزل في الدقيقة 75 ولو إن الأداء بتاعك سيء، يعني أنت وحش. في لعيبة كتيرة جدا وحشة، لعيبة مبطئة رتم الملعب كله زي عمرو السولية، إمام عاشور بلا أدوار حقيقية. أحمد نبيل كوكا مش الصخرة اللي تعرف تعتمد عليها، مش مروان عطية، ما ينفعش تحطه مكان مروان عطية. تمام. الباكاتك حتى ما كانوش في احسن حال. مدافعين انت بتلصم نفسك بمدافع اساسي ومدافع انت مخلقه زي خالد عبد الفتاح، لان انت ما عندكش مدافعين. جبت مدافع مصاب من اول ما جه، ومدافع تاني انت مش مقتنع بيه، ومدافع تالت مقضيها برضو اصابات زي ياسر ابراهيم. ما عندكش مهاجم صريح. تمام. وبتحاول ان انت ترقع زي ما بتقول. ادي النهارده وسام هيغيب عن ماتش الانتركونتيننتال. وريني بقى نفسك، وريني نفسك انت يا نادي اهلي، يا ايه لجنه التخطيط، لجنه السكاوتنج، كابتن محمود الخطيب، القامات الكبيره دي كلها. يا جماعه انتوا كنتوا فين في موسم الانتقالات؟ مش عارفين تجيبوا مهاجم. بيراميدز عنده فيستو مايلي، مروان حمدي، ودودو الجباس، دول مهاجمين صرحه. تمام. الزمالك عنده الجزيري، عنده ناصر منسي، بصرف النظر عن مستوياتهم، بس عنده في اللعيبه في المراكز دي عنده عمر فرج. تمام. عنده حسام اشرف اللي الناس ناسياه. تمام. كل فرقه هتلاقي عندها 3 4 فراوده حقيقيه، 9. انت ما عندكش غير 9 واحده، اللي هو وسام ابو علي. فانا شايف ان اللي حصل ده نتيجه طبيعيه جدا ومنطقيه جدا، واحنا مستغربين ليه؟ لا، ما تستغربش. الاهلي مره فوق وثلاثه تحت، فطبيعي جدا ان انت يحصل لك دروب، لان انت ما عندكش اداء ثابت وكونسيستنت بشكل مظبوط. ما عندكش هويه، ما عندكش قائد حقيقي. كل الحاجات اللي قلناها السنه اللي فاتت بنقولها، بس ما بتكررش غير في النتائج السلبيه. فنفضل دايما نقول ان الاهلي محتاج تغيير جذري جذري في كونسبت الفرقه. الفرقه لما خسرت السوبر الافريقي، كابتن محمد رمضان جه وقفل على الفرقه ومحدش يطلع وحظر اعلامي و كسبنا ماتش السوبر المحلي، هوب في ماتش العين، في ماتشين دوري، خلاص الدنيا رجعت زبادي في الخلاط، ويطلع يا كهربا ويطلع يا امام مع شوبير وجدل اعلامي وقصف جبهات ومشاكل بره الملعب، وده مش النادي الاهلي. وحقيقي بجد فرقه الاهلي باظت كمبادئ وكالتزام وكانضباط من ساعه ما اشتغلنا بسياسه كيد النساء اللي متبعاها اداره النادي الاهلي في جلب الصفقات. ده ما يخص النادي الاهلي. نادي الزمالك خسر من النادي المصري. يا جماعه هو المصري فريق قوي، المصري فريق قوي، والزمالك ما كسبش المصري من سنتين. يعني السنه اللي فاتت خسر رايح راجع 1-0 في 2-1، السنه اللي قبل اللي فاتت اتعادلوا 2-2 وخسر 3-2. الزمالك ما كسبش المصري غير من موسم 21. فاحنا مستغربين ليه؟ يعني من موسم 21 22 ده كان اخر فوز للزمالك. فلا، الزمالك النهارده عنده نواقص فنيه. الناس كلها بتشايل جوزيه جوميز، انا مش شايف ان هو راجل وحش ولا حاجه، ليه بعض الحاجات، ولكن الناس بتقيم النهارده سنه السكاكين على مشلاك. طب هو مشلاك ده اصلا انتوا جايبينه من احد بعد الصفقه اللي هي بتاعت موبينزا اللي طار على رومانيا، والله اعلم انتوا عملتوا ايه اصلا في القضيه دي. تمام. الموضوع ده اتكتم عليه وحصل عليه تعتيم اعلامي، دلوقتي ما حدش بيسمع عنه حاجه. تمام. جبته كده يعني اللي هو هديه الفرقه،
في الدرجه الثانيه في السعوديه عندها اجنبي زياده اديتهولك، قالت لك معلش يا باشا اتفضل الراجل ده، انا هدفع نص مرتبه، هدفع اكتر من نص مرتبه، انت بس اديله 600,000. طب الراجل ده اصلا جاي لا عنده حماس انه يلعب، وهيلعب ليه كويس وهو عارف انه كده كده مش مكمل معاك. انت لا تفاوضت مع مشلاك ولا تعبت فيه ولا هو عمل افرتس انه يجيلك. الراجل جاي بيلعب عشان يحافظ على نفسه ممكن في الملعب، دوافعه مش قد كده، لكن هو كامكانيات هو امكانياته كويسه على فكره. هو راجل سريع وكويس ويجي منه على فكره، يعني الناس بتقول عليه انه ضايع وكل، بس هو فين الدافع؟ فين الدافع؟ يعني مثلا واحد زي الباك الشمال بتاع الزمالك، اللي هو مش فاكر الراجل المغربي ده، تمام؟ الواد ده عايز يرجع، هو جاي ببلاش والزمالك مش دافع فيه حاجه غير مرتبه بس، ولكن هو راجل كان في الدوري الفرنسي وتقريبا فرنسا، واستغنوا عنه كاعاره يعني من غير مقابل عشان يرجع لمستواه، وبناء عليه نشوف يرجع تاني الدوري الفرنسي ولا لا. فهو الراجل عايز يرجع نفسه، لكن مشتاق لا يا جماعه، مشتاق الوضع مختلف تماما، وما تحملش كل حاجه على المدير الفني. لا، هو الجول جه نتيجه غلطه ساذجه ما بين عواد وعمر جابر، قدر الشامي المحظوظ على الزمالك انه يحطها، والمصري قفل بشكل كويس. كان ماتش ماشي كويس جدا بالنسبه للنادي المصري، كان اخطر في الشوط الاولاني. الشوط الثاني الزمالك امتلك الكره ولكن من غير انياب حقيقيه، وطبيعي جدا يحصل فوق وتحت، لكن الزمالك عنده قصور فني. الزمالك الماتشات اللي كسبها حتى كسبها بضربات الجزاء، سواء في السوبر الافريقي خسر بضربات الجزاء، في السوبر المحلي كسب البنك الاهلي في اخر ثانيه في الماتش ببنالتي محمد عادل اللي حصل عليه لغط برضه. كسب برضه الماتش التاني في الدوري اعتقد 1-0 تقريبا، كان الزمالك بيلعب سموحه، كسبوا 2-0 2-0. تمام. فالزمالك ماشي بالقطعه برضه، الزمالك ماشي لان الزمالك عنده مشاكل فنيه في الملعب مش بره الملعب. مشاكل فنيه في الملعب حلها تدعيمات، انك انت تمشي الناس اللي هي خلاص ما بقاش يجي منها، او الناس اللي هي بقت تحس انها عالة على الفرقه اكتر. انا هفكرك، الجزيري بدأ مستواه ينخفض وبدأ يركز في المستحقات والحاجات دي كلها. ناصر منسي الأسطورة اللي هاجا وماجا وجاب لهم السوبر الافريقي، طبعا هو ده كان من اول الناس المرشحه انها تمشي لان هو قليل فنيا. خلاص. عمر فرج انا معرفش الزمالك جابه ليه. الزمالك مشكلته ان اللي جاب الصفقات غير اللي بيلعب الصفقات غير اللي بيتعامل مع الصفقات. فهو كل واحد في مجلس اداره الزمالك اللي عرف يجيب لعيب بارخص تمن جابه، وبعد كده نبقى نشوف هاتوا، وبعد كده نشوف هنعمل فيهم ايه، زي الميركاتو بتاع يناير اللي فات. هات 11 لعيب صفوا على 4 5 هم دول اللي ينفع يعني يكملوا، الباقي كله صباح الفل ولا اي حد. ما شفناش حد اصلا. جمال موتيابا ومعرفش ومحمد عاطف واسمه ايه ده وقبلهم بقى نضاي و... والواد الموزمبيقي الناشف ده اسمه ايه ده والله ما فاكر اسمه حتى، المهاجم بتاعهم ده. تمام. يعني الزمالك ما فيهوش اداره كوره بقى. يعني لو احنا قلنا على الاهلي ان هو في نواقص في اداره التعاقدات، في قصور في ملف الكوره، لا الزمالك حلواني حلواني، هات اي لعيبه ويلا وصلي وصباح الفل وعلى الله حكايتنا ولما نشوف هنعمل ايه. فهو الزمالك مش على قدر المسؤوليه ان هو ينافس على الدوري او كاس افريقيا او كل الحاجات دي، لان هو في مشاكل حقيقيه في الفنيات، في كواليتي اللعيبه، في الكونستراكشن بتاع الفرقه، في الانتجريشن بتاع الفرقه مش راكبه مع بعضها، البروفايلز داخله في بعض. تجيب 2 باك شمال ما تجيبش مدافع، تجيب 2 مهاجمين ما تجيبش معرفش بلاي ميكر، تجيب فجأة 4 5 بلاي ميكرز وبعدين ما تحتار تلعبهم ازاي. مفيش يعني انت اللعيبه ال 30 لعيبه مش متوزعين بشكل متناسق على مراكز ال 11 للفرقه. عشان كده احنا شايفين الزمالك بالشكل ده. الزمالك مشكلته مشكله لعيبه وتوزيعه لعيبه، عنها مشاكل فنيه من المدير الفني. نشوفكم على خير ان شاء الله، وتصبحوا على خير. سلام عليكم.